أهلين حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. مرحبا بكم في قناتي، قناة كمر كرس للطبخ. اليوم جيتكم بتحلية ياسر بنينة. التحلية هذه مدايرة ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. درتها قدام من خطرة وقلت نديرها معاكم. تابعوا معايا المقادير وكيفية التحضير. اول حاجه التحليه هذه مكونه من طبقتين. نجو نحضروا الطبقه الاولى. نحتاج هنا نصف لتر تاع حليب يكون بارد، ووحده تاع فلون تاع نواره. استعملت هنا الجو تاع فانيليا، نتوما استعملوا اي جو تحبوه. اذا نكرر 16 هذه ونحرك بالفوي. نحرك مليح حتى يذوب الفلون هذاك، ومن بعد نحطها على نار هاديه ونبقى نحرك حتى يغلى الحليب تاعي. بعد ما طاب الفلان نجي نفرغه في الكيسان. نتوما خيروا اي كيسان عندكم، انا عجبوني هذوما حبيت ندير فيهم. اذا نفرغ الفلان ديروا للنص البنات، يعني ما تعمروش الكيس على خاطر قلت لكم راح ندير طبقتين، يعني حاولوا ما تفوتوش النص. نفرغ بنفس الطريقه، يعني نحاول نديرهم متساويين. البنات تقدروا تستعملوا اي نوع تاع فلان، يعني اي ذوق تحبوه، سواء شوكولا ولا فريز ولا. انا حبيت هنا فانيليا يعجبني ياسر. اذا بعد ما كملتهم نحطهم في الفريجيدير يبردوا، لازم يبردوا مليح. نجي دركا نحضر الطبقة الثانية. واش نحتاج فيها؟ راح نعصر هنا حوالي 2 كيسان تاع عصير. نتوما تقدروا تستبدلوه بالعصير اللي تباع برا، وتقدروا ايضا ديروا اي جو مش محط مع عصير تاع البرتقال. اذا نعمر 2 كيسان. من بعد على الجهه نجي نقص لي فروي تاعي. هنا راح نقصهم كامل على شكل مكعبات. راح نستعمل الفريز ونستعمل البنان وتشينا واناناس. انتم استعملوا اي فاكهه عندكم. تقدروا ديروا فاكهه واحده برك راح تجيكم بنينه تهبل، خاصه مع البنان ولا الفريز تجيب بنينه تسخف. تجينا هنا راني استعملت واحدة برك كفتني. من بعد هنا الاناناس البنات استعملت تاع العلب، راح نهز 2 حبات فقط ونقصهم كيف كيف. الكمية هذه البنات راح تجيكم حوالي 8 كؤوس، يعني بالفلان بالديسير هذا راح تجيكم 8 كؤوس. نجي دركا نقص البنان. هنا البنان استعملت حبة ونص فقط، يعني كفتني. بعد ما كملت قصيتهم كامل نخلطهم شويه ونجي نعصر عليهم نص حبه تاع قارص باه لي فروي تاعي ما يكحلوش، خاصه البنان تعرفوا اللي هي كحال. نحطهم على جهه. من جهه اخرى نجيب طاوه ونحط فيها العصير اللي عصرته قبيله، ونزيد معاهم بطاطا فلان تاع 50 غرام. كيف كيف نبقى في نفس الجو تاع فانيليا، ونضيف عليها مغرفة كبيرة تاع سكر ما تكونش معمرة. علاه درت السكر هنا؟ على خاطر تعرفوا باللي تجينا حامضة شوية. يعني في الطبقة الأولى ما درتش السكر، بصح في الطبقة الثانية استعملت مغرف ماهيش معمرة. إذا نخلطهم نحطهم على نار هادية ونبقى نحرك حتى تغلى. نجي دركا بعد ما برد الفلوط تاعي، يعني الطبقة الأولى، نجي نحط فوقها لي فروي هذوكا اللي قصيتهم قبيلة. إذا نحاول نعمر الكيسان تاعي. البنات الطبقه الاولى تاع الفلون لازم تبرد لك مليح مليح، سينو كون ما تخلوهاش تبرد كي تحطوا لي فروي تاعكم راح تهبط وتفسد لكم الطبقه الاولى. دونك خلوها تبرد مليح. اذا نكمل بنفس الطريقه نعمرهم. بعد ما عمرتهم نجيب العصير هذاك اللي طيبته مع الفلان، خلوه يبرد البنات، يعني يكون دافي ما يكونش سخون ياسر. على خاطر يكون سخون ياسر راح يهبط للفلان تاعكم، يعني الطبقه الاولى، وراح يفزدها تذوب يعني. اذا نعمر الكيسان تاعي كما تشوفوا. التحليه هذه بنينه ياسر. اذا شوفوا هنا بعد ما كملتهم جو ما شاء الله، ان شاء الله شهيتكم في الجنه. ومن بعد ندخلهم الفريجيدير يبردوا، لازم يبردوا مليح، يعني خلوه من 4 ساعات وطلعها. شوفوا كيفاه جو المنظر تاعهم، جو ما شاء الله، ان شاء الله شهيتكم في الجنه. نتمنى تجربوا هذه التحليه وتخلوا لي تعليقاتكم. التحليه هذه تحليه راقيه، ديروها في المناسبات تاعكم راح تحمر لكم وجوهكم. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم.
نقول لكم ديروا لي جيم وديروا لي ابوني فضلا وليس امرا، وان شاء الله نتلاقوا في وصفات اخرى، ونقول لكم صحة فطوركم.